كان آدم شاب بسيط من حي هادي في المنصورة. حلمه بسيط، يشتغل يبني نفسه ويتجوز بنت الجيران اللي حبها من سنين، سارة. من أول ما اتخطبوا وهي دايما تقوله السفر هو الحل يا آدم، عشان نبقى مع بعض. سمع كلامها وسافر على السعودية يشتغل فني في شركة صيانة. أول كام شهر كانوا جحيم، شغل من الفجر للمغرب، حر وغربة، وأيام بيعدي عليه بالأيام ما يكلوش فيها حد. لكن كل ما يتعب يطلع موبايله ويبص لصورتها ويتخيلها مستنياه، ويقول لنفسه كل ده عشانك يا سارة، استحملي معايا. ويبص لدبلته في إيده كأنه بيتأكد إن لسه في رابط بينهم. كان بيبعت لها فلوس، هدايا، وكل شهر جواب بخط إيده فيه شوية حب واشتياق. وفي يوم وصل له جواب منها، قلبه دق من الفرحة، بس أول ما فتحه قلبه وقف. الجملة الأولى: آدم أنا أسفة، اتخطبت لحد تاني ومستنية كتب كتابي. فضل ماسك الجواب مش مصدق، قرأه 3 مرات، وكل مرة قلبه بيتكسر أكتر. رجع مصر بعد أسبوع، كان راجع يدور على نفسه اللي سابها هناك في الغربة. شافها من بعيد في الشارع لابسة دبلة جديدة بتضحك مع حد تاني، بص عليها ومش قادر يداري.